السلام عليكم ورحمة الله. أيها السادة والسيدات، هل سمعتم حوار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة مع صحفية إيطالية؟ يقول راشد الخريجي: ستغرق تونس في الفوضى إن لم يتراجع الرئيس قيس سعيد على قراراته التي اتخذها منذ 25 جويلية 2021. هذه رسالة مشفرة لأتباعه ولبعض المنحرفين أن يخرجوا ويبثوا الفوضى بكل أشكالها. ثم يقول الخريجي الغنوشي: سينمو خطر الإرهاب، وهذه أشنع مما سبق ذكره، لأنه يدعو الدواعش والإرهاب أن يتحرك، وهي رسالة مشفرة للمجرمين حتى يتحركوا لإنقاذ النهضة الإخوانية. ويقول الغنوشي: سيصل شواطئ إيطاليا 500,000 مهاجر غير نظامي إذا لم يتراجع قيس سعيد عن قراراته. وهذه رسالتين: الأولى لعصابات التهريب حتى يواصلوا في تهريب الشباب عبر البحر، والثانية هي رسالة إلى الحكومة الإيطالية أن تتخلى عن دعم قيس سعيد، وأن النهضة وأحزاب موالية لها هي الوحيدة التي تضمن حدود تونس وتمنع الهجرة الغير نظامية. كل ما قاله زعيم الإخوان راشد الخريجي الغنوشي هو رسالة مشفرة يدعو فيها إلى تحريك الفوضى والإرهاب ليعود للسلطة، ونتساءل: أين النيابة العمومية؟